ازيك يا غالي؟ وحشني على الاخر. جايلك بقى بشقلة فيديوهات بنتكلم فيها ان شاء الله عن معظم اجهزة الايفون القديمة اللي الناس بدأت تطلبها مني مؤخرا تاني، رغم ان احنا عاملين عنها فيديوهات مليون مرة. لما الفيديوهات دي تنزل يقعد يقول لك انت بتحلب وانت بتعمل، بس احنا ملناش دعوة بالناس الوحشة اللي تقول تعليقات سلبية. والنهارده هنتكلم عن الايفون 6 اس بلس، وبدون كلام اكتر من كده خلينا نبدأ. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معك احمد صدومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتتابعني على حساباتي على السوشيال ميديا، هتلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن. ولو حبيت تشتري حاجه من على نون مصر، الامارات، السعوديه، سيب لك اكونت خاص بتظهر قدامك دلوقتي على الشاشه، دي خصوصا سريعه جدا، وكمان ممكن تخلي شحن مجاني. ونرجع للايفون 6 اس بلس. الجهاز ده قديم جدا جدا زي ما احنا عارفين، 2015، ولكن لغايه دلوقتي في ناس بتسأل عليه وفي ناس بتبيعه في المحلات. فاحنا هنشوف النهارده هل تروح تشتري الايفون 6 اس بلس بسعر يتراوح ولا يقل عن حوالي 3 ونص 3000 جنيه، حاجه زي كده بالنسبه للاشخاص اللي بتبيعه، واسعار بتوصل لخمس و6000 جنيه في المحلات. لو بدأنا بالتصميم، فالايفون 6 اس بلس من كلاسيكيات الهواتف المحمولة، والتصميم العيون كلها تقريبا متعارفة عليه ومميزاه، ولكنه في الأول والآخر هو تصميم يعني خلاص بقى عفى عليه الزمن، فاهمني؟ ظهر وفريم من الألمونيوم يعتبروا قطعة واحدة كده، ولا يعني كلام ان الألمونيوم ده رخيص او ما الى ذلك، هو ألمونيوم قوي جدا، والجهاز كمسكة لغاية دلوقتي بيحسسك احساس انك فعلا شايل جهاز بريميوم مش حاجه قديمه. والشاشه طبعا عليها طابع حمايه من الازاز، ولكنها طابع حمايه قديمه جدا لدرجه ان احنا ما نعرفش اسمها ايه اصلا. والجهاز كبير يا صديقي العزيز، جهاز مش صغير اطلاقا، ومش اي ايد تقدر تستخدم الجهاز ده بايد واحده، خاصه ان كمان وزنه حوالي 196 جرام. هو مش تقيل ولكنه برضه مش خفيف. واللي بيخلي الجهاز كبير هي الشاشة ال5.5 بوصة اللي لا تستحوذ على 70% حتى من واجهة الجهاز. طبعا الشاشات كلها زمان كانت كده، ولكن في 2023 تصميم هذه الشاشة يعتبر غير مقبول بالنسبة لي إطلاقا. زي ما قلت لك، شاشة 5.5 بوصة بريزوليوشن فول اتش دي، بتديك حوالي 401 بكسل لكل انش، من نوع اي بي اس ال سي دي، ما قبل بقى برمجة الالوان اللي ابل دلوقتي بتسميها في الاجهزه الاي بي اس ال سي دي، يعني اللي اخرها الايفون 11 اللي هي الليكويد ريتنا ولا اي كلام. ده هي شاشه اي بي اس ال سي دي عاديه جدا، بتدعم ال 3 دي تاتش اللي هو احساس الضغط على الشاشه. على فكره بقى، الشاشه دي كالوان بتديك الوان كويسه جدا حتى في مشاهده المحتوى. فالابعاد القديمه دي اصلا يعني اللي لسه معظم الفيديوهات على منصه زي يوتيوب موجوده بيها، فتجربة مشاهدة المحتوى هنا هتبقى لطيفة، ولكنها طبعا مش سيئة اطلاقا يعني. والسبيكر اللي موجود في ال 6 اس بلس هو سبيكر مونو، فتحة السماعات اللي على شمال الجهاز وعلى يمينك انت وانت داخل من تحت كده، صوتها مقبول كويس، ولكنها في الاول والاخر سماعه مونو. الاستيريو ما بدأش مع ابل او مع اجهزه الايفون غير بدايه من الايفون 7. فتجربه مشاهده المحتوى مع الصوت نقدر نقول ان هي مقبوله، مش هنقدر نقول ان هي سيئة اطلاقا، ولا نقدر نقول ان هي مميزة في اي شيء. ولو جينا بقى نتكلم عن الاداء، فال 6 اس بلس بيجي بمعالج ابل A9، ما قبل الفيوجن وما قبل البايونيك وما قبل الكلام ده كله. هو المعالج اسمه ابل A9، بيجي بمعمارية تصنيع 14 نانومتر، وبيجي معاه 2 جيجا بايت رام، ومساحات تخزين مختلفة بتبدأ من 16 جيجا لغايه 128 جيجا. فانت طبعا مش محتاج اوصيك انك اوعى تشتري اقل من، يعني مش عايز اقول لك ما تشتريش اقل من 128، ما تشتريش اقل من 64، لان في ناس كتير جدا بتتوجه لل 32 وال 16 لمجرد ان هي يبقى معاها ايفون، والنقطه دي هنتكلم عليها بعد شويه. الاداء هنا اداء متواضع شغال، اللي هو طول ما انت بتستخدم الجهاز في النطاق العادي بتاع انك تسكرول في السوشيال ميديا، مكالمات بتاع، شغال ماشي حاله، على الرغم من انه ساعات بيقطع في استخدامات السوشيال ميديا، خاصة تطبيق تقيل زي انستجرام مثلا او حاجة بيبدأ يهجس حبتين كده، ولكنه في الاول والاخر شغال. ولكن طبعا الجهاز ده لا يمكن الاعتماد عليه تماما
في اي مهمه من المهام التقيله زي الالعاب او المونتاج او الايديت او الكلام ده اطلاقا. الجهاز ده اقصى حاجه يقدر يعملها لك بسلاسه هي السكرولينج في السوشيال ميديا وخلاص على كده. وكمان الجهاز ده لما شحنه بيقل عن 10-15% بيبقى زي الجاموسه، حرفيا بيبدأ يقطع لدرجة انك مش هتقدر تستخدم الجهاز اصلا. مش عارف بقى ده عيب في الجهاز اللي كان معايا ولا ال 6 اس بلس او ال 6 اس عموما كده ولا ايه بالظبط، ولكن الجهاز اللي كان معايا كان لما شحنه بيبقى فاضي فعلا بيبقى عامل زي الحمار حرفيا. النوكيا 1200 بتاع زمان اسرع منه. وبالنسبه للبصمه اللي في الجهاز ده فبصراحه ابهرتني انها شغاله لغايه دلوقتي بالسرعه دي وبالكفاءه دي، ونادرا نادرا نادرا اما بتغلط. البصمه في اجهزه ابل من زمان جدا جدا وهي شيء مبهر بصراحه. وطبعا الايفون 6 اس بلس موقوف عنه التحديثات، واخر حاجه نزلت له هو فيرجن الاي او اس 15، ولكن اعتقد ان نسبه كبيره جدا من التطبيقات لسه الجهاز داعمها وتقدر تنزلها من الاب ستور بدون مشاكل يعني. ولو جينا نتكلم عن الكاميرات فالجهاز ده فيه كاميرتين، واحده اساسيه وواحده اماميه. الكاميرا الاساسيه هي 12 ميجا بكسل فتحه عدسه f 2.2 وفيها مثبت بصري وبتصور 4K. بالنسبه لنتائج الصور اللي بتطلع من ال 6 اس بلس فما اعتقدش اني محتاج اقول لك اطلاقا ان الصور دي على قد حالها جدا جدا. دايناميك رينج متواضع لأبعد الحدود، السكين تونز الرايحة في داهيتين 3، ولكنها يا صور برضو يعني تمشي حالك كده. لو انت لو عايز تاخد صورة سريعة كده ذكرى، او انك تصور بقى مستندات او ورق او مش عارف ايه الحاجات اللي هي بيبقى ليها علاقة بالشغل شوية دي، فهتبقى تمام كويس مفيش اي مشاكل. لكن لو انت هتعتمد عليها انك تصور بقى وترفع السوشيال ميديا وبتاع، في بعض الاحيان النادرة هتديك صور لطيفة، ولكن كاعتماد كلي عليها لا، ما اعتقدش اطلاقا انك هتقدر تعمل ده. اللي ممكن تعتمد عليه سيكا هو الفيديو، لاني ما اعتقدش مستحيل تقريبا يبقى فيه جهاز في الفئه السعريه دي بيصور فيديو محترم زي اللي ال 6 اس بلس بيصور. هو مش واو، ولكن مقارنه باللي موجود معاه في الفئه السعريه فهو كويس جدا جدا. وتعالى نشوف عينه. وده فيديو 4K 30 فريم في الثانيه بالايفون 6 اس بلس. اي نعم مقارنه بالفئه السعريه اللي هو موجود فيها ده فيديو كويس، ولكن مش فيديو ايفوني زي ما انت ممكن تكون متخيل. وبرده صعب جدا تلاقي جهاز اندرويد مستعمل في الفئه السعريه بتاعت ال 6 اس بلس بيصور فيديو بالكواليتي دي. وبالنسبه للكاميرا الاماميه بقى فدي هي التي لا يعتمد عليها في اي حاجه غير الزوم ميتينجز، لانها حرفيا بجوده الكاميرا الاماميه بتاعت اللابتوب بتاعك. اي كاميرا اماميه تقريبا في الفئه السعريه للجهاز ده هتبقى احسن من الكاميرا الاماميه الخاصه بيه بصراحه، لانها كاميرا اماميه 5 ميجا بكسل فتحه عدسه f 2.2 وتصور فيديو 720 بي. الصور بتاعتها نويزي جدا، كادرها ضيق جدا، لو ايدك مش ثابته ثبات التنين هتطلع الصوره مهزوزه. ما فيهاش اي نوع من انواع الدايناميك رينج. من الاخر زي ما قلت لك كده ما تقدرش تستخدمها غير في الزوم ميتينجز. حرفيا كاميرا على قد حالها قوي قوي يعني. ولو جينا نتكلم عن البطاريه فينطبق عليها نفس الكلام بتاع الكاميرا الاماميه. ان هي بطاريه لا يعتمد عليها باي شكل من الاشكال، لان الجهاز ده في 2023 او 2024 بقى بعد ما يكون عدى عليه حوالي 8 سنين ونص تقريبا، فالبطارية دي ما بتديش من 2-3 سكرين اون تايم اصلا، حتى لو مغيرها جديدة، حتى لو مغيرها من التوكيل، لو هم لسه بيغيروا 6 اس بلس اصلا. ولكنها هي بطارية الجهاز اصلا 2700 ملي امبير تقريبا. كمان مع فشل ابل زمان في انها تقدم اجهزة بطاريات بتمشي حالها حتى، فالجهاز ده بطاريته سيئة جدا جدا وبتشحن كمان 5 واط. هيشحن معاك في 2.5 ساعة عشان يفضى اصلا في سكرين اون تايم 2-3 ساعات. يعني ممكن في بعض الاحيان تلاقي الجهاز ده بياخد وقت في الشحن اكتر من بيديك وقت استخدام اصلا. طيب في الاخر بقى اشتري الجهاز ده ولا ما اشتريهوش؟ في بعض الحالات تقدر تشتريه، الا وهي ان يكون جهاز ثانوي هتحط فيه شريحة تانية، هيبقى شغلك عليه مجرد مكالمات وكل فين وفين كده مسج واتساب ولا حاجة وخلاص، هتصور بيه مستند بتاع وخلاص على كده. او ان الجهاز ده يكون مع طفل او شاب صغير خالص كده اللي هو عايزين يبقى معاه موبايل بس عشان نطمن عليه، يقدر
يعني يستقبل بقى الماتيريالز بتاعت الدروس والهوم ورك ومش عارف ايه على واتساب بتاعه، وفي نفس الوقت الجهاز يستحمله ان البادي بتاعه يبقى ألمونيوم ومعدن بقى، او ان الموبايل ده يبقى في مكتب كده هيتبعت عليه كام صورة واتساب، هتستقبل عليه كام مكالمة، يعني زي موبايل خدمة عملاء كده. وطبعا اخر سبب ممكن تشتري الجهاز ده عشانه، لو انت عندك مشكلة ومتخيل ان جهاز زي ده عليه تفاحة من ورا، هيديك قيمة وقامة في المجتمع بقى، فتقدر ساعتها برضه تشتريه، مفيش مشكلة. طبعا انا بهزر يعني، انت عارف ان انا دايما بنتقد النوع ده من الناس. طب يا عم صدم، هو في ايه اصلا في الفئة السعرية دي بيقدم حاجة اكتر من الايفون 6 اس بلس بيقدمها؟ لو انت بتشتري من محل اللي هو الحاجات بقى اللي هي بتبقى تجميع او بطاريتها 100% ومش عارف ايه، والجهاز 4 5000 جنيه، فانت ممكن تجيب سامسونج A14، او لو زودت شويه ممكن تجيب ال A24، او تجيب جهاز من ريلمي في الفئه السعريه دي، او تجيب جهاز من ريدمي في الفئه السعريه دي، او تجيب جهاز من اوبو، هيبقى احسن كتير من البتاع ده. ولو انت بتشتري من شخص في رينج بقى ال 2000 3 بتاع، فللاسف يا صديقي هو مفيش حاجه اصلا في الفئه السعريه دي حاليا بتقدم اي قيمه مقابل سعر، لان الاجهزه اللي كنا بنجيبها ب 2003 وبتديك قيمه عاليه جدا جدا مقابل السعر، كنا بنشوف اجهزه محترمه جدا في الفئه السعريه دي، الاجهزه دي بقت هي نفس الاجهزه اللي ب6 وب 7000 جنيه. في حقك عليا أنا ان انت الفلوس اللي معاك مش قادر تشتري حاجه كويسه بيها، او مش لاقي حاجه كويسه تشتريها، وانك كمان طلعت لقيت شخص رخم زيي بيقول لك بلاش تشتري جهاز زي ده بعد ما انت دورت وحمدت ربنا انك لقيته وفرحت قوي بقى وبتاع. ولكن صدقني يا صديقي ان في الاول والاخر انا ماليش اي غرض غير انك ما تدفعش فلوس في الهوا، لان اي حد هيروح يشتري 6 اس بلس كجهاز اساسي ليه فهو كانه بيدفع فلوس في الهوا. انا بالنسبه لي انت تمشي بموبايل نوكيا حط فيه شريحتك كده لغايه اما تعرف تجمع لك كام الف كمان، او تقسط كام الف كمان، وتجيب زي ما قلت لك على الاقل الاي 14 الاي 24 جهاز من ريلمي في الفئه السعريه. في الفئه السعريه دي بتبقى يعني الاجهزه دي بتدي قيمه اعلى من الايفونات القديمه والكحيان قوي دي. وبس كده يا صديقي، ده كان فيديو الايفون 6 اس بلس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب جميل وفعل الجرس، وتابعنا على حسابات على السوشيال ميديا اللي كانت موجوده في الديسكربشن. كان معاكم محمد صدومه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في امان الله.